السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في افضل حال. ينفع كده؟ طب يرضي مين ده؟ قولولي كده. اجيب الكيلو ب25 جنيه، ادخله الفريزر يومين، اطلعه علشان اغليه الاقيه بالشكل ده. لو عايزه اقول لكم ايه صدمه. طبعا عملت اختبار اللبن اللي عملناه مع بعض قبل كده ولقيته معايا ان هو مش حليب. جيت اروبه، طبعا كانت الصدمه بالنسبه لي. لما بنحب نروب اللبن بيفرق كتير جدا لما بنروبه هو طازه فريش غير لما نخرجه من الفريزر. زي ما احنا ما شايفين كده النتيجه بجد صادمه بالنسبه لي. ده طبعا لانه دخل الفريزر يا جماعه لقيته عامل زي الفل، وطبعا ميه كتير جدا، يعني الشرش بتاعه كتير جدا، ويا دوب اخدت منه معلقتين. الولاد ما حبوهوش ولا انا حبيته، فقلنا نعمل ايه؟ قلت لهم يلا بسرعه نجهز الطلبات ونعمل بيها احلى قرصتين ونسمي الله ويلا بينا نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وفي الطبق الكبير بتاعنا نزلت فيه بكيلو من الدقيق المنخول الجاهز جدا، وعليه معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الخميره او الكيس اللي هو 11 جرام، ومعلقتين من اللبن البودر او الحليب البودر بيفرقوا كتير، وكمان معلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من السكر، ونوزعهم بعيد عن بعض بالشكل ده، ومعلقتين كبار من النشا. عايزه اقول لكم كل مكون بيفرق جدا في طعم القرصه بتاعتنا. وعليهم معلقه كبيره من السمسم، سواء انت حباه متحمر او ابيض براحتك جدا. ونقلب كل المكونات الجافه مع بعض بالشكل ده، ونعمل كده حفره في الوسط ننزل فيها بالسوائل بتاعتنا. السوائل اللي هنستخدمها ايه؟ معايا كوبايه من الماده الدهنيه، عباره عن كوبايه الا ربع من السمنه او الزبده، وربع كوبايه من الزيت. وطبعا يفضل مع القرص نستخدم السمنه. وهنا بقى معايا دي المفاجأة الهايلة جدا، ده اللبن الرايب بتاعنا. دفيته تدفية بسيطة جدا جدا جدا، وبعد كده قمت فرماه بالهاند بلندر علشان يكون بالقوام اللي احنا شايفينه ده. وليه عملت الخطوة دي يا أمنية؟ عملته علشان خاطر لو احنا استخدمنا اللبن الرايب بالطريقة اللي شفناها في البداية وهو عبارة عن الفل كده، هيعمل معانا حبيبات، مش هيبقى شكله حلو خالص، وممكن تحس بطعمه كمان. لكن بالطريقة دي ممتاز جدا، لكن مهم وضروري ان احنا ما نسخنهوش او نغليه، لان كده ممكن يمرر معاكي. تمام. ببدأ ان انا اعجن العجينة كويس جدا، وبالتدريج بزود من اللبن الرايب بتاعي زي ما احنا ما شايفين. طب لو احنا مش عندنا اللبن رايب او حابين نعمل من غير المكونات دي، نقدر نستخدم زبادي. تجيبي لبن رايب او زبادي من المحلات مفيش مشكلة خالص، هيبقى كويس جدا معاكي. وهنا معلقتين القشطه اللي شلناهم من على الوجه بنزودهم بقى كده. عايزه اقول لك دول بيخلي طعم القرصه في حته تانية خالص، يعني بتاكلي قرصه فلاحي بطعم وريحه وكل حاجه. ومهم جدا الزيت اللي بنستخدمه يكون زيت ريحته وطعمه كويسين علشان ما يغيرش معايا القرصه الجميله. مش بنعجن كتير فيها خالص، احنا بنلم المكونات وكام تقليبه كده وخلاص، يعني حوالي 5 دقايق، ما تزوديش عن كده بالشكل ده. والعجينه معانا لينه وطريه وجميله. طيب وبالنسبه للبنوتات المبتدئات، لو احنا مثلا العجينه طلعت قاسيه وجامده، نقدر نزودها بالتدريج من اللبن الرايب او اللبن اول حاجه اللي احنا بنستخدمها، وممكن ميه لو انت حباها لوقت ما نوصل للقوام المظبوط. لو طلعت معاكي يابسه بزياده تقدري تزودي دقيق لوقت ما توصلي للعجينه المظبوطه. وهنا انا كنت غطيت العجينه بالبلاستيك راب او بالاسترتش او اي غطا متوفر عندك، وسبتها في مكان دافي تخمر. اخدت حوالي ساعه، ما شاء الله بقت مرتاحه وجميله جدا معايا. ابدا اخد منها قطعه بقطعه واكورها بالشكل ده، وشايفين بقى القطعه مع بعض. ومعايا على الصاج، والصاج بيكون مدهون ماده خفيفه جدا من الزيت، وابدا ان انا ارص القطع بتاعتي. ونراعي جدا يا جماعة ان لازم نسيب مسافة ما بين القرصة والقرصة، لان بعد كده لسه هتخمر وهنفردها فهتاخد مساحة. كمان نقدر ان احنا نزود على العجينة بتاعتنا معلقة من الخل زي ما متعودين مع بعض دايما. معلقة الخل دي معانا في الكيكات والمعجنات اساسية جدا، لكن الصراحة عايزة اقول لكم انا نسيتها المرة دي ان انا اضيفها، لكن محسن حلو جدا للمعجنات وبتدي هشاشة ممتازة. وكده انا خلصت الصاج الاول بالشكل ده، وهبدأ ان انا افرد كل القطع بتاعتي من القرصة. طبعا بنفردها كويس، يعني بسمك ما يكونش رفيع قوي ولا سميك قوي، علشان لو رفيعه قوي ممكن تنشف مننا، ولو سميكه ممكن ما تستويش معانا كويس. هنا بقى عايزه اقول لكم انا شلت من الصاج ده شويه لان حسيت ان هم هيبقوا يعني متلاصقين في بعض، فقلت لا اشيلهم. وهنا بغطيهم بفوطه كده واسيبهم بقى 10 15 دقيقه، مش اكتر من كده، يعني ربع ساعه وكويس جدا. وده الصاج التاني معانا كمان، يعني كده انا معايا 3 صاجان ما شاء الله اللهم بارك من الكيلو. خمر معايا وبقى تمام، وظهر طبعا عليه ان هو خمر واختمر كويس جدا. هبدا ان انا ادخله الفرن، ادخله على درجه حراره اعلى حاجه عندك في الفرن، طبعا زي ما متعودين علشان القرصه تاخد احلى تسويه ومش تنشف منك في الفرن. على اعلى درجه حراره عندك ودخليها،
هتاخد لون خفيف من تحت. تقريبا اول صاج هياخد معاكي من 12 ل 15 دقيقة، الصاج التاني 10 دقايق، وبشغل لها الشواية تاخد لون خفيف من فوق، وما شاء الله اللهم بارك تحفة جدا. اول ما بتطلع معانا بديها كده دهنة خفيفة من الزيت او من السمنة اللي انتي حباه، وببدأ ان انا اغطيها بقى واسيبها لما تطرى تماما. ما شاء الله بتكون جميلة جدا معانا. ودي كده القرص الجميلة اللي تنفعنا جدا فطار أو عشاء، تحفة جدا مع الجبنة الجميلة، الجبنة البيضاء أو مع المربى. ألف صحة وهنا، بجد جميلة جدا، جربوها طراوتها ملهاش حل. صحة وعافية على قلبكم يا رب العالمين. التسوية بتاعتها ممتازة زي ما شايفين في القاع، اللون حلو جدا والدرجة بتاعتها ممتازة والتسوية من داخلها ممتازة. كمان عايزة اقول لكم ان احنا عملنا مع بعض قبل كده القرص بالكاسترد وكانت خطيرة. هنزل لكم كل الفيديوهات اللي عملناها عن القرص ان شاء الله في صندوق الوصف، اكيد هتظهر معاكم في علامة الاي. بحبكم جدا في الله، اتمنى فيديو اليوم يكون نال اعجابكم. ما تنسونيش حبايبي باللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم.